القفطان المغربي، وهو ترشيح الخاص بالمغرب ورقمه 33. شكرا سيدي الرئيس. المغرب قد رشح القفطان المغربي الفن والتقاليد والمهارات. هذا القفطان هو بمثابة الثوب الطويل الذي يلبسه الناس من الجنسين وبكل الأعمار في مختلف المناسبات والاحتفالات. لهذا القفطان ونسيجه اختلافات من حيث التزويق والتطريز. بعض القفطانات تشتمل على تطريز مكثف وزينة تصنع باليد، وبعض الأشياء الأخرى تزين هذه الألبسة. الدولة المقدمة لهذا الترشيح بيّنت كيف يسهم القفطان في التنمية المستدامة ويزيد من الوعي بشأن التراث غير المادي، وطلب التسجيل شارك فيه العاملين في هذا المجال من الباحثين والخبراء والحرفيين. وهيئة التقييم توصي بإدراج القفطان المغربي على القائمة، وهيئة التقييم ترى أن هذا الترشيح قد أعد بشكل شمل طموحات وأصوات المجتمعات المعنية، وشاركت فيه كذلك كل الأقاليم والمناطق في المغرب. شكرا. هذا هو الترشيح المغربي. تسلمنا تعديلين 2 بشأن هذا الموضوع. التعديل الأول جاءنا من الجزائر، والتعديل الثاني من باراغواي، دعمته هايتي والإمارات العربية المتحدة. وقد عمم مساء الأمس في 9 ديسمبر هذه التعديلات. هل لي أن أذكر حضراتكم بأن هيئة التقييم قد أوصت بالإدراج. وبهذه الخلفية أود إعطاء الكلمة للجزائر أولا، ثم إلى الباراغواي لكي يوضحوا تعديلاتهم. الجزائر، تفضل. سيدي الرئيس، بلدي الجزائر لا يشعر بالفخر حقا إذ شاركنا بشكل نشيط في صياغة هذه الاتفاقية التي هي إطار متعدد الأطراف. ولذلك فبلدي الجزائر يفخر إذا صادق على هذه الاتفاقية من بين الدول الأولى، وهي اتفاقية هامة وضعناها منذ ربع قرن تقريبا، وها نحن نقترب من الاحتفال بمرور ربع قرن 20 عاما على هذه الاتفاقية. فإن الجزائر تجدد عزمها على بذل ما أوتيت من قوة وجهود لضمان الاحترام الدقيق والصارم لما جاء في المبادئ التوجيهية التي تحكم هذه الاتفاقية والنصوص الأساسية منظمة اليونسكو. وتوخيا للصرامة، فإننا نود أن نؤكد على ضرورة صون صلاحية ونشاط وصلوحية هذا الإطار القانوني. ولذلك وفي هذه الروح عربنا عن شواغلنا. هذا الترشيح قد قدم في حين أن هذا الملف يشتمل على عدة شوائب. لقد أشرنا إلى هذه الجوانب في مناسبات عدة.
ورد هذا الترشيح خارج نطاق الأجال الزمنية، خارج إطار الإجراءات الخاصة بتقديم الترشيح وفقا للمواد 43 و 54 من المبادئ التوجيهية. هذه إذن بيانات متتالية إضافة إلى تعديلات جوهرية. الأمر لا يتعلق بتعديلات طفيفة بل بتعديلات جوهرية بالملف الأصلي والاستمارة والشريط الفيديو والصور قد عدلت بشكل جوهري في الصيغة التي قدمت في شهر أبريل نيسان. وبالتالي سيدي الرئيس، فإن كانت هذه التعديلات وهذه الإضافات وهذه التقلبات أدت إذن إلى ترشيح لعام 2025 قدم لكي يبحث في عام 2025، في حين أن الاستمارة أو الطلب لم يرد في بنك أو البيانات الذي هو بحوزة اليونسكو. وهذا الأمر هو أهم. إدراج قائمة تشتمل على أكثر من 50 ثوب للنساء دون أي معلومات أخرى، ثم تمت إشارة إلى ملابس وحلي قد قدمتها الجزائر في عام 2012، ولقد احتفلنا بالعيد 12 لهذا التسجيل. وفي عام 2024 احتفلنا بالعيد لتسجيل هذا العنصر. بالتالي سيدي الرئيس، وفقا للسنة التي اتبعناها في كنفها اتفاقية، فإن الأمر هنا يتعلق بتمديد في حين أن الأمر يتعلق بتراث مشترك. هذه التعديلات المتلاحقة دون تأطير في بعض الأحيان بشكل يتناقض والصيغة السابقة، وبدون أي طلب من قبل السلطات ذات الصلة لكي يناقش هذا الأمر لإكمال الملف. قد سجل هذا الملف على الموقع في عام 2025، في حين أن المبادئ التوجيهية تنص على أن الملف ينبغي أن يصل إلى الهيئات التقييم في ديسمبر عام 2024 بالنسبة لملفات تبحث في عام 2025. وبالتالي في 19 من شهر مايو من عام 2025 طالبنا سحب كل الوثائق التي وضعت تحت تصرفكم في أبريل نيسان عام 2025. ولكن هذه الشواغل والملاحظات لم تعمم على الدول الأعضاء في الآجال المحددة، في حين أننا أشرنا إلى ذلك في القرار 7.15. شكرا. شكرا للجزائر. الآن أعطي الكلمة لباراغواي لكي يوضحوا تعديلهم. شكرا جزيلا السيد الرئيس. أذكركم بروح اتفاقية 2003. العناصر التي قدمتها المغرب تتميز باتساقها، وبالتالي يجب أن تدرج. وفقا لهيئة التقييم، أن الترشيح يظهر بشكل مقنع بأن القفطان المغربي يشكل تراثا حيا للشعب المغربي
يتم تنقله وحفظه وصونه من قبل المجتمعات المحلية التي تمتلكه والتي تضمن استدامة هذا التراث. إن الباراغواي تشدد على أهمية أن يكون هذا الإدراج يسلط الضوء على قيمة التراث المغربي مسهما في إبرازه على الصعيد الدولي واستمراريته. ويجب ألا ننسى أننا هنا ندرج على القائمة التمثيلية. أشكركم. شكرا. إذن لدينا تعديلات كثيرة. عندما بدأنا النظر في هذا البند أمضت اللجنة وقتا طويلا للنظر في التدابير الإجرائية كالإعداد التقني للترشيحات وهيئة التقرير وأمانة الاتفاقية والمستشار القانوني، كلهم تناولوا الكلام للإجابة على كل هذه الهواجس. وأرى أن تعديل الجزائر يتطرق إلى هذه الأمور التقنية، لذلك أريد أن أعلم إن كانت الأمانة تود أن تقدم المزيد من الإيضاحات في هذا الإطار. شكرا. حضرة أعضاء اللجنة، أود أن أنظم شرحنا حول جانبين أساسيين. الأول هو تاريخ الترشيح، والجزء الثاني يتعلق أكثر بالبلاغات أو الرسائل التي وصلتنا فيما يتعلق بهذا العنصر بشكل محدد. هذا الترشيح قدم أصلا من قبل المغرب في آذار مارس 2023 ووضع في السجل بما أن المغرب لم تعتبر على أنها أولوية لدورة 2024. أشارت المغرب في 25 من آذار مارس 2024 أن هذا الملف يشكل أولوية لدورة 2025، وبالتالي نقطة التحقق الأولى إذن احترمت المهل النهائية المحددة. بعد ذلك قامت الأمانة بتحقق من اكتمال الملف ولا سيما فيما يتعلق أو تماشيا مع التوجيهات التشغيلية. ولهذه الدورة 2025 اتخذت العملية وقتا أطول من المعتاد، وذلك يعزى إلى سببين أساسيين. أولا عدد عال من الترشيحات التي تلقتها الأمانة، وهذا يعني أنه استغرقنا وقت طويل لتطبيق نظام الأولويات، لأننا حصلنا على 190 ملفا جديدا بالإضافة إلى الملفات 25 التي كانت موجودة. لذلك تعين علينا أن نتعامل مع عدد كبير من الترشيحات التي كان ممكن أن تكون في دورة 2025، وأن نظام الأولويات هذا يتطلب منا التواصل مع الدول المقدمة للملف. وبالتالي قائمة دورة 2025 وضعت في نهاية شهر تموز 2024 يوليو، وبذلك الوقت الأمانة كانت تنهي الدورة 2024 في الوقت عينه. إذن كنا نتعامل مع هذا الكم الكبير من العمل للدورتين. وأيضا أن نظام التسجيل تعرض لعملية إصلاحية كبيرة بين العامين 2018 و2022، وبالتالي دورة 2025 كانت المرة الأولى التي تنعكس فيها كل الإصلاحات، مثلا فيما يتعلق بنماذج المحدثة، المتطلبات. وهذا يعني أن الأمانة كانت بحاجة إلى تعديل منهجيات العمل الخاصة بها كي تتمكن من التماشي مع هذه المتطلبات الجديدة. مثلا النماذج جعلت من الممكن للدول أن تقدم مواد خطية أو بصرية
بالإضافة إلى ما كان مطلوب وفقا للمعايير السابقة. يعني ذلك أن 59% من ملفات 2025 تم تقديمها مع عدد كبير من المواد البصرية والسمعية، وكان علينا أن نفرز هذه المواد. وهذا يعني أيضا أن الأمانة أصدرت طلبات للحصول على المعلومات لدورة 2025 في مجموعات مختلفة كما شرحت نهار الاثنين. وبين النصف الثاني من العام 2024 بعد بدء الدورة وحتى الجزء الأول من العام 2025. إذن لماذا أتحدث عن هذه الفترة؟ إذن هذا الجزء تأخر نوعا ما، ولكن في الوقت عينه أنا هنا أكرر الشرح الذي ذكرته. كل الدول المقدمة منحت المهلة الزمنية ذاتها للاستجابة إلى المعلومات الإضافية وتقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الأمانة. في هذا الملف الأمانة أشارت للمغرب في شباط 2025 الحاجة إلى الحصول على المزيد من المواد، وأن هناك بعض الأمور التي كانت ناقصة، وتحدثنا عن ضرورة تقديم هذه المواد بحلول نيسان 2025 وهو التاريخ الذي تحدثت عنه الجزائر. إذن طريقة أخرى لنقول أن المهل الزمنية تم احترامها، تلقينا مواد في 25 من آذار، 28 من آذار مارس، 11 من نيسان أبريل. وإذا بعد تلقي هذه المعلومات الإضافية استجابت الأمانة للفقرة التي تقول إنه الأمانة إذا تضع الملفات على الموقع الإلكتروني كما تم تلقيها. لذلك نماذج كثيرة تم إنزالها على الموقع الإلكتروني كما تم تلقيها. إذن هذه كلها مسائل تقنية، ولكن مكتبنا مصمم بهذه الطريقة. عندما يتم التسجيل يظهر ذلك بشكل أوتوماتيكي على الموقع الإلكتروني. نحن نحاول هنا أن نمتثل للفقرة 54 من المبادئ التوجيهية التشغيلية. هناك نسخة من النموذج التي نشرت لفترة وجيزة من الوقت وبعد ذلك أزيلت عن الموقع الإلكتروني، وفي هذه النسخة كان هناك بعض المشاكل. النموذج هو عادة على شكل وورد. يبدو أنه عند التحضير للمعلومات الجديدة الدولة المقدمة غيرت الجزء الإداري من النموذج المشار إليه في السايكل أو في الدورة. كان هناك نسخة تقول إن الملف تقدم لدورة 2025، ونفترض أن هذا يعزى إلى أن استمارة 2024 لم تكن متاحة عبر الإنترنت لأن المهلة النهائية كانت قد انقضت، ولذلك ظننا أن الجانب المغربي كان يحاول أن يحدد الدورة أو يصحح هذا الخطأ الإداري، ولكن هذا الجزء الإداري هو جزء خاص بالأمانة ولا يمكن للدول أن تمس به أو تغيره، ولذلك اعتبرنا أن ذلك كان خطأ. وفي هذه الحالة المغرب قدمت نسخة أخرى وهنا تمكنا من التأكد إذن من الاكتمال التقني للملف، والنسخ النهائية وضعت على الصفحة الصحيحة مع الملفات، وكل ذلك نقل إلى هيئة التقييم ليتم تقييمه. فيما يتعلق بمرحلة الاكتمال التقني، أؤكد أن المغرب قدمت
مواد الترشيح المنقحة في نيسان أبريل 2025، وقد ضمت نموذجا محدثا بالإضافة إلى فيديوهات جديدة ومحدثة تقدم العناصر وتتحدث فيها المجتمعات المدنية عن مساهمة العنصر في التنمية المستدامة، وهو المعيار الثاني. وقدمت أيضا مواد تتعلق بموافقة المجتمع المدني ولائحة عن الجردات بالإضافة إلى صور. فيما يتعلق ب المبادئ التشغيلية 55، تأكدنا إذن من أن المهل كانت صحيحة، وكان هناك امتثال مع هذه الفقرة. عملية ملف المغرب بإمكانها أن تمتثل للفقرة 55 مبادئ توجيهية، لأن ملف المغرب كان جزءا من الملفات 68 التي تم رفعها إلى هيئة التقرير لكي يتم النظر بها لدورة 2025. الملف المغربي كان جزء من الرزمة الأخيرة التي نقلت إلى الهيئة في 19 من مايو وتم ترجمتها، وكانت النسخة الإنجليزية متاحة في 9 من شهر حزيران يونيو. على هذا الأساس أن هيئة التقييم نظرت في هذا الملف قبل أن تجتمع في اجتماعها الثاني بين 7 و11 من تموز يوليو 2025. وكما ذكر البارحة لم يتم إجراء أي تغييرات في مواد الترشيح بعد أن رفعت إلى هيئة التقييم، وهذا ما أكدته رئيسة هيئة التقييم البارحة. وقام التقييم على نسخ المواد التي تم التأكد منها على أنها مكتملة تقنيا، مع إمكانية الوصول إلى النسخ الأولى من خلال المواقع الإلكترونية المتاحة لهذه الغاية. ثانيا، أن معالجة الرسائل التي وصلتنا لهذا الملف كان لدينا سؤال حول النتيجة، حول الموضوع الإجرائي. إن التعامل مع هذه الرسائل التي وصلت للأمانة من الأطراف الأخرى التي تتعلق بالعناصر المدرجة والترشيحات، إذن كل ذلك حصل تماشيا مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في قراراتها السابقة. ووفقا لهذه المبادئ التوجيهية، إن أي بلاغ يصلنا بعد 4 أسابيع قبل اجتماع الهيئة المسؤولة عن مراجعة الترشيح إذن يتم نقله باللغة التي وصلتنا إلى الهيئة المعنية. هناك تعليقات وجهت للأمانة ويجب أن توجه في مهلة زمنية معينة. الأمانة تتيح للهيئة كل هذه الرسائل وكل التعليقات التي وردت بلغتها الأصلية، وهذه التعليقات تنشر أيضا على الموقع الإلكتروني للاتفاقية. بين جلسات اللجنة كانت الممارسة تقضي بتقديم هذه التعليقات للمكتب كي يتمكن من تنظيم أعمال اللجنة بشكل أفضل. فيما يتعلق بالترشيحات موضوع الملف المغربي، إن كل الرسائل يتم تلقيها والتعامل معها وفقا للمبادئ التوجيهية التشغيلية، تلك التي تأتي من الأطراف الثالثة كمثلا سلطة الدولة أو المجتمع المدني، وصلتنا قبل 4 أسابيع من الاجتماع الثاني الذي عقدته هيئة التقييم لصنع القرار، وشملت ذلك مجموعة من الرسائل وصلتنا من السلطات الجزائرية في شهر أيار مايو 2025، وما مجموعه 84 بريدا إلكترونيا وصلنا بشكل مباشر من المجتمع المدني في الجزائر وفي المغرب، وذلك بين يناير 2025 حتى 9 من حزيران يونيو 2025. أما ما وصلنا من دولة المغرب
إجابة على ما وصلنا من الطرف الثالث، تلقيناه قبل أسبوعين من الاجتماع الثاني لهيئة التقييم في شهر يوليو 2025 وتشاركناه مع أعضاء هيئة التقييم. شمل ذلك 6 مجموعات من الرسائل التي تلقيناها من السلطات المحلية في المغرب في 21 5 من يونيو، 9 من يونيو، 20 يونيو و23 من يونيو 2025. وتحضيرا لجلسة اللجنة وتماشيا مع المقاربة المعتمدة العام الفائت، تم إجراء مشاورات إلكترونية لمكتب اللجنة في نوفمبر فيما يتعلق بالمنهجية التي سوف تتاح فيها هذه الرسائل إلى اللجنة. وفي شهر نوفمبر 2025 السلطات الوطنية في المغرب وفي الجزائر أشارت للأمانة عن رغبتها إلى الحصول على هذه الرسائل وعرض كل هذه الرسائل على الموقع الإلكتروني للاتفاقية. وبالتالي في 3 من ديسمبر 2025 كل الرسائل التي تلقيناها من السلطات الوطنية في المغرب والجزائر تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للاتفاقية، بالإضافة إلى ما وصلنا من المجتمع المدني بعد 9 من يونيو من هذا العام والتي تم تشاركها مع هيئة التقييم. هذه أيضا نشرت على الصفحة الإلكترونية ذاتها. ونظرا للعدد الكبير من التبادلات والرسائل التي وصلتنا من المجتمع المدني بعد ذلك اليوم، ولا سيما بعد نشر وثائق العمل النظامية للجلسة، وأنا هنا أتحدث عن أكثر من 2000 بريد إلكتروني، نعتقد أن فريقنا لم يتمكن من عد كل الرسائل الإلكترونية. إذن هذه الفئة من الرسائل الكبيرة تلقيناها قبل فترة قصيرة من اللجنة وبالتالي لم يتم نشرها. أود أن أضيف أنه فيما يتعلق بتطبيق المبادئ التوجيهية ما من مهل زمنية محددة تتعلق بإرسال الرسائل أو البريد الإلكتروني للهيئات المعنية بالتقييم. أشكركم على إعطائنا الكلمة. Thank you, Fumiko. After having heard the detailed شكرا. بعد الاستماع إلى هذا الشرح المفصل الذي قدمته الأمانة، أفتح المجال لأعضاء اللجنة إن كان لديكم أي تعليقات. Spain, you have the floor. إسبانيا، الكلمة لكم. شكرا السيد الرئيس، والشكر موصول أيضا للأمانة على هذه الشروحات التي قدمتها فيما يتعلق بإجراء تقييم هذا الترشيح. وأن إسبانيا التي كانت من أول الدول التي صادقت الاتفاقية، وكما تحدث ممثل الجزائر الموقر، إسبانيا كانت من أوائل الدول التي شاركت في صياغة هذه الاتفاقية. وأود هنا أن أذكر أنني لست إذا خبيرة كالزميل من الجزائر، ولكننا كنا من أعضاء اللجنة الفرعية وضمن روح الاتفاقية كما ذكر الزميل من باراغواي. وإجابة لفكرة الاتفاقية التي يجب أن تكون اتفاقية شاملة ودامجة، حيث يجب أن تكون قرارات لجنة التقييم مقبولة، نعتقد أن إن كانت هيئة التقييم مع كل المعلومات التي تمتلكها والمعلومات التي قدمها الأمانة، إن قررت هيئة التقييم بأن ترشيح المغرب يجب أن يدرج في روح الاتفاقية، فإن إسبانيا تعتقد أنه من الضروري أن يدرج هذا الطلب. شكرا لإسبانيا. الكلمة الآن لزامبيا فتاهيتي. شكرا سيدي على إعطائنا الكلام. للإجابة على تعديل باراغواي، أعتقد أن زامبيا تدعم هذا التعديل وتدعم إدراج هذا العنصر. عندما تقولون تدعمون التعديل، عن أي تعديل تتحدثون تحديدا؟ يسأل الرئيس. التعديل الذي قدمته باراغواي.
هناك ميكروفون لا يزال دائرا. هايتي الكلمة لكم. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس، هايتي شاركت في إعداد التعديل الذي قدمته الباراغواي، بما أن بلادنا تعتبر أن مشروع القرار المحضر والذي وافقت عليه هيئة التقييم والذي يوصي بإدراج العنصر الوارد في جدول الأعمال، إذن هو يستوفي المعايير الخمسة لاتفاقية 2005 والمبادئ التشغيلية، وهذا ما أيضا حددته الدولة المقدمة. نحن نعرب عن تأييدنا لحماية تراث ثقافي متمثل بسماته وأصالته تماشيا مع اتفاقية 2003. نحن نشدد على أن النقاش هنا يجب أن يكون ثقافيا بحت، ويجب أن يكون بعيدا عن كل محاولات إعادة التفسير السياسية للعناصر المقترحة، وبالتالي تدعو هايتي للاعتراف اعترافا كاملا بالطبيعة الفريدة للقفطان المغربي، وليس القفطان بل القفطان المغربي كما تم تقديمه من قبل الدولة التي هي المالكة التاريخية له. السيد الرئيس، في هذه المرحلة من النقاش تود هايتي أن تطرح سؤالا على المغرب لو سمحتم. شكرا سيد الرئيس. حضرة مندوب المغرب الموقر، ما رأيكم بالتعديل الذي اقترحته باراغواي مع إزالة الفقرة الرابعة من مشروع القرار؟ Under Rule 22.4, I would give the floor to Morocco. سوف نعطي الكلمة للمغرب للإجابة على هذا السؤال المحدد الذي طرحته هايتي. المغرب تفضلوا، الكلمة لكم. شكرا سيد الرئيس على إعطاء الكلمة. أولا، بما أننا نتناول الكلام للمرة الأولى، أود من صميم قلبي أن أثني عليكم سيدي على حكمتكم وحيادكم وموضوعيتكم في قيادة أعمال هذه اللجنة. أشكر هايتي وأشكر باراغواي أيضا على هذا التعديل. للإجابة على السؤال، بالنسبة إلينا أن مشروع القرار الذي أعدته هيئة التقييم توصي أو الهيئة توصي بإدراج العنصر المغربي الذي يستوفي المعايير الخمسة من R1 حتى R5 كما هي إذا منصوص عليها، ونحن بالتالي نستوفي كل المعايير باستثناء الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الرابعة التي هي موضوع التعديل الذي قدمته الباراغواي. هذه الفقرة غير مبررة على الأقل في هذا المكان، أن الصياغة لا تتطرق لا إلى الدولة المقدمة وإلى أي دولة أخرى، وبالتالي يجب أن يكون مشروع القرار تكون هذه الفقرة في 20.7. والمغرب تقترح منطقيا أنه عوضا عن التحدث عن عنصر مشترك يجب التحدث عن عنصر مفصول. أشكركم سيدي على حسن إصغائكم، وأود أن أشكر الأمانة أشكركم، أشكر اللجنة وأشكر الأمانة على إجابتها لكل الأسئلة التي وجهت إليها من قبل الدولات الأخرى والدول الأخرى. شكرا. الجمهورية الدومينيكية. شكرا السيد الرئيس. تود بلادي أن تعرب عن تأييدها لتعديل الذي قدمته باراغواي بناء على ما ذكر مسبقا من قبل الباراغواي، وأن مشروع القرار أصيغ تماشيا مع معايير الموافقة وضمن روح الاتفاقية، وبالتالي نريد أن نشدد على سمات وخاصية هذا العنصر لأننا هنا نتحدث فقط عن القفطان المغربي. شكرا.
شكرا. هل من طلب آخر لتناول الكلام؟ أعطي الكلمة الآن إلى الإمارات العربية المتحدة ومن ثم بوركينا فاسو. تفضلوا. شكرا سيدي الرئيس على إعطائنا الكلمة. أن الإمارات العربية المتحدة تعرب عن دعمها لتعديل الباراغواي والذي يبقي على الصيغة الأساسية لمشروع القرار 33 والذي يوصي بإدراج القفطان المغربي. السيد الرئيس، أن هذه المسألة التي ننظر بها الآن هي التالية: القفطان المغربي هو محصور لمجموعة معينة ضمن المغرب. إن كان لدينا قفطان مغربي هذا يعني أننا نتحدث عن منطقة معينة وحدود معينة، وبالتالي نحن نؤيد ما ذكر مسبقا على لسان دول أخرى ووفود أخرى، ونحن بالطبع نسعى إلى الوصول إلى توافق في الآراء في هذا الموضوع، بالتالي نؤيد دعمنا للإدراج هذا، ويحدون الأمل بأن نتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء حول هذه المسألة. شكرا السيد الرئيس. شكرا. الكلمة لبوركينا فاسو. شكرا جزيلا السيد الرئيس. إلى جانب كل ما ذكرته الوفود السابقة، يود وفد بلادي أن يذكر بأهمية تذكر ما تحدثنا عنه. يجب أن نعود دائما إلى احترام مبادئ التوجيه التشغيلية وروح الاتفاقية التي هي وهما دائما في تغير مستمر، وهذه مبادئ الحقوق هي مبادئ دولية، ولكن علينا أن لا ننسى أن ممارسة القانون الدولي تسهم في بلورة هذا القانون بحد ذاته. المرونة لا تعني أنه يجب أن نضع الممارسة فوق القانون، بل يجب أن نسهل تطبيق هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك علينا أن لا ننسى أن لجنتنا يجب أن تعمل من خلال إرساء استقرار مؤسساتنا ومع هيئة التقييم، ولذلك أن بوركينا فاسو تعتقد أنه من الضروري لنا أن نتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بناء سوف يجنبنا نزع المصداقية عن هذه المنظمة التي أنشأناها بنفسنا، ولذلك نحن ندعم إدراج هذا العنصر على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. أشكركم. شكرا لبوركينا فاسو. 7 دول أعضاء أعربت عن دعمها للتعديل الذي قدمته باراغواي والإدراج: إسبانيا، زامبيا، هايتي، الإمارات، باراغواي والجمهورية الدومينيكية. هنا سوف أسأل الجزائر: هل توافقون على سحب تعديلكم بعد الاستماع إلى الدول الأعضاء ال7 التي أعربت عن رأيها في هذا الصدد؟ الجزائر، الكلمة لكم. Monsieur le Président. سيد الرئيس، أشكركم على إعطائنا الكلمة مجددا. يبدو أن وفود متعددة أدخلت تعديلا لمشروع القرار. جرت العادة والسوابق أن يتم إجراء مداولات ومحادثات، ونود هنا أن نستمع إلى وفود أخرى وما لديها لتقوله بشأن هذين التعديلين، تعديل باراغواي وتعديلنا على حد سواء. أشكركم. Thank you, Algeria. I will... شكرا للجزائر. سنحترم طلبكم إذن لفتح النقاش بشأن هذه المسألة، ولكن لا يمكن أن أفرض على أي دولة الحديث. بنغلاديش، تفضلوا، لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس لإعطاء بنغلاديش الكلمة. سيد الرئيس، نود أن نشكر
وفد الجزائر ووفد باراغواي والدول الأعضاء السبع الأخرى الذين تحدثوا وساهموا في هذه العملية ببناء توافق في الآراء واحترام الاتفاقية. سيد الرئيس، بنغلاديش ما تفهمه وأننا نحن في اللجنة يجب أن نبت بشأن مسألتين. أولا الانشغال الذي عربت عنه الجزائر المتعلق باحترام التوجيهات التنفيذية في إطار إعداد هذا الملف. استمعنا للأمانة ويبدو أن اللجنة متفقة أو أن هناك توافق في الآراء بشأن الشرح المقدم من قبل الأمانة. سيد الرئيس، نحن نغتنم هذه الفرصة، هذه السنة الرابعة لنا في كنف اللجنة، ونود أن نذكر مثلا بما ناقشناه في كنف الروم الكوبي عند دراسة هذا الملف في كنف اللجنة. طلب من الأمانة أن تتحلى بالمرونة للمعلومات الإضافية التي قدمتها المجتمعات المحلية الجماعات في كل مرة. وفي الدورة السابعة اتفقنا على أن الجماعات المحلية لا تعرف الاتفاقية والتوجيهات التنفيذية بشكل كاف، وآنذاك سمحت اللجنة بإدراج هذه الوثائق، واللجنة في دورتها 17 طلبت من الأمانة أن تقوم بذلك، أن تسمح لهذه الجماعات المحلية بتقديم معلومات إضافية. الآن كيف يجب لهذه اللجنة أن تدرس هذه الملفات؟ هذا الملف قدم على أنه قفطان مغربي، هذا هو العنصر واسمه. سيد الرئيس، هذه اللجنة يجب أن تحلل وتقيم أي ملف بشكل موضوعي، ونحن هنا نتعامل مع القفطان المغربي. يجب أن نحترم الاتفاقية وروحها، ويجب أن نتوخى الحذر في البت بشأن أي ملف لكي لا نوهن هذه الاتفاقية، فالاتفاقية هي أسمى وثيقة وصك لصون تراثنا الثقافي غير المادي. ما رأيناه سيد الرئيس، ما سمعناه، ما رأيناه من مختلف البلاغات هو أن هيئة التقييم قدمت تقييما تقول فيه بأن هذا الملف يجب أن يدرج ويسجل، وأوصت بذلك. ما هو بين أيدينا هو توصية من هيئة التقييم لإدراج القفطان المغربي، ويجب أن نبحث عن توافق في الآراء. مع احترام الاتفاقية وبموضوعية لصون التراث على ضوء ما سبق. هذه اللجنة سيدي الرئيس يجب أن تدرس هذا الملف على أساس الاتفاقية. وفيما يخص الاتفاقية فإننا نؤمن أن القفطان المغربي جدير بالتسجيل والإدراج على القائمة التمثيلية في هذه الدورة. هذا هو موقف بنغلاديش. شكرا. إذا بنغلاديش دعمت التسجيل. أعطي الكلمة الآن للجزائر. شكرا سيد الرئيس لإعطاء الجزائر الكلمة. نيجيريا عفوا. نشكر الجزائر وباراغواي وكل الوفود التي ساهمت في مناقشة هذا الملف. سيد الرئيس، نحن نؤمن بنزاهة ومصداقية وسلامة الاتفاقية وهيئة التقييم. نحن عيناهم لكي يدرسوا ملفات باسمنا ويقدموا لنا نتائج موضوعية.
ونحن الآن ننظر في هذه النتائج الموضوعية، نفهم أن هناك أسئلة طرحت والأمانة أجابت على هذه الأسئلة. الآن سنحاول الدخول في دقائق الأمور. عدة أعضاء في هذه اللجنة يدعمون موثوقية ومصداقية هذه اللجنة، ولضمان ذلك احترام الإجراءات وأن أي قرار يحظى بدعم الأغلبية، ويجب أن نقوم بذلك. المقترح هنا وأن هذا الملف يجب أن يحظى بدراسة إيجابية في هذه اللجنة. كل هذا لنقول إننا إن أنشأنا سابقة وكأننا نشكك في لجنتنا، وكأنه ليس لدينا ثقة كافية في هيئة التقييم، ولهذا فإننا ندعم اعتماد القرار وندعم تعديلات باراغواي. شكرا. شكرا لنيجيريا. هل من وفود أخرى تطلب الكلمة؟ فرنسا، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. الجزائر طرحت أسئلة، والأسئلة شرعية بشأن الإجراءات. الأمانة قدمت لنا شروحات أظهرت من جهة أن الإجراءات إجمالا والممارسات تطورت منذ 2018 لإعطاء هامش مرونة وهامش حركة أكبر للدول المرشحة لإثراء الملف، ولكي نتمكن من استشارة الجماعات بشكل أحسن. ورأينا كذلك تضخما وزيادة في أعداد الملفات المدروسة، 168 ملف أظن ذكرت الأمانة أنها يجب أن تعالج وتدرس، لأن كم من العمل لفريق محدود الأعضاء، ف14 شخصا فقط في فريقكم. إذن التساؤلات شرعية، ولكن الأجوبة مقنعة على الأقل بالنسبة لفرنسا. ربما نحن في اللجنة يجب أن نوضح القواعد والإجراءات لكي نضع هذه الإجراءات والممارسات نكتبها حرفا، لكي تكون هذه الإجراءات أكثر شفافية أو شفافة بالأحرى لكل الدول الأعضاء والأطراف. بالنسبة لفرنسا، شكلت الأمس هناك ملف يخص بيلاروسيا. هيئة التقييم قدمت رأيا إيجابيا. بالنسبة لنا من المهم أن نتبع هذا الرأي ونحترمه وأن ندرج الملف المغربي. إذا المسألة مسألة إنصاف. المملكة المغربية كذلك أشارت إلى انفتاح، هذا ما فهمناه على الأقل. نحن نحاول الوصول لتوافق في الآراء، فهذا هو نهج عمل اللجنة. لهذا أسأل الجزائر، هل توافقون على سحب من جهة تعديلها مع الحفاظ على التعديل 4 كما كان مقدما في مشروع القرار المقترح من قبل الأمانة، مع تعديل اقترحه سعادة سفير المغرب؟ وأنا أفهم هذا التعديل على أنه رمز للانفتاح، لكي نقول أنه معمم منشور هذا العنصر.
هل للجزائر أن تقبل بهذا الحل التوافقي؟ الحل الوسط. شكرا لفرنسا على هذه الأسئلة. الكلمة للجزائر للإجابة على هذا السؤال. السؤال واضح: هل يمكن الجزائر أن تقبل أن تسحب تعديلها؟ وهذا ما طلبناه سلفا وقلتم لا، ليس حاليا، فأنتم تودون الاستماع لعدد أكبر من الدول الأعضاء وآرائها. والآن سؤال واضح دقيق قدم من قبل فرنسا، أرجو منكم الإجابة بدقة على هذا السؤال الدقيق. شكرا سيد الرئيس. نحن نحيط علما بكل المداخلات، بعضها مثير للاهتمام، لا سيما آخر مداخلة من قبل وفد فرنسا التي اقترحت حلول ممكنة. قبل الإجابة على السؤال الخاص والدقيق لفرنسا، أود أن نقدم ردة فعل على مختلف المداخلات. فقد طلبنا سلفا نقاشا بشأن هذا الملف. نود أن نوضح ما يلي: نحن ندعم آراء كل الوفود التي ألقت كلمة والتي دعمت سلامة الاتفاقية وسلامة أعمال اللجنة. بالفعل نحن كلنا منخرطون في هذا الالتزام، ولأننا منخرطون وعازمون على صون سلامة الاتفاقية، لهذا طرحنا وسلطنا الضوء على المخالفات في هذا الملف. إذا مسألتان يجب توضيحهما: نحن متمسكون بهذه الاتفاقية، فنحن من إن صح التعبير من آبائها المؤسسين، ولكن رأينا مخالفات، أعلمنا أعضاء اللجنة والأمانة بهذه المخالفات وسلطنا إجابة الأمانة وحطنا علما بها. ولكن من الواضح أن هناك ممارسات، هناك مرونة، هناك سقف من التسامح قد يفضي إلى معاملة غير متساوية بين الأعضاء. وكما قالت فرنسا، هذه ربما فرصة سانحة لكي نتأمل في هذه المسألة، لكي نوضح هذه الممارسات، أين حدودها؟ هل يمكن تقديم ملف شهرا قبل انعقاد أعمال اللجنة؟ هل يمكن تقديم ملف سنتين قبل ذلك؟ إذن مدى التسامح، مدى المرونة، هذه طيف المرونة، هذه المسألة التي يجب أن نعمل عليها. سيد الرئيس، إذن هذا الملف، ملف القفطان، يفرض علينا النظر في مخالفات لكي نتأمل ونفكر فيها. فإلى أين ستذهب هذه اللجنة إن واصلت إظهار هذا المرونة، هذا المستوى من المرونة؟ أرى بأن وفد باراغواي قد قدم تعديلا جديدا بدعم من هايتي والإمارات العربية المتحدة، عدة تعديلات، وهناك كذلك مقترح وفد فرنسا. إذن عادة ما نقوم به هو أننا نناقش هذه المسألة مع هذه البلدان بشكل غير رسمي للوصول إلى حل توافقي. فسيد الرئيس، أكرر، لدينا نفس الهدف، أن نصل إلى حل توافقي. لا أدري هل من الممكن مناقشة هذه المسألة مع الدول التي اقترحت التعديلات لكي نصل إلى حل يأخذ بعين الاعتبار كذلك انشغالاتنا. شكرا. أعتذر، لا يمكن أن نمنح وقتا إضافيا، فقد خصصنا وقتا كبيرا للمشاورات، يجب أن نمضي قدما. فهناك عدة تعديلات تنتظر دراستنا وفقا للنظام الداخلي. استمعنا لعدة دول تحدثت ولم أرى أي طلبات أخرى للكلمة، وإن كانت هناك طلبات لا تتردد في ذلك. الآن يجب أن نبدأ بدراسة هذه التعديلات تعديلا بعد التعديل. سنبدأ بداية بالتعديل الأبعد من مشروع القرار الأصلي،
إذا نقترح عليكم أن نبدأ بدراسة مشروع تعديل الجزائر، لأنني أعتبر بأن المقترح الجزائري لرد هذا التسجيل للدولة الطرف بعيد في الجوهر أبعد في الجوهر من التعديل مشروع القرار الأصلي بموجب القاعدة 25.1. هل لكم عرض إذن مشروع القرار التعديل الجزائري على الشاشة؟ الكلمة الآن لأعضاء اللجنة بشأن التعديل الجزائري. هل ستقبلون بهذا التعديل؟ أو هناك اعتراض على التعديل الجزائري؟ الجزائر طلبت الكلمة. إن كانت لكم تودون طلب الكلمة أرجو منكم فقط ترك اللافتة مرفوعة. الجزائر طلبت الكلمة، تفضلوا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. هل لكم توضحوا مسألة؟ ما الذي نقوم به؟ ما الذي يطلب منا بالضبط؟ كان هناك مقترح من قبل وفد فرنسا. هل لم توافق اقتراح من قبل فرنسا؟ هل تودون مناقشة هذه المسألة؟ هم اقترحوه هكذا شفهيا. صراحة لم أتمكن حتى من تسجيل هذا المقترح كتابيا. أما الآن انتقلتم مباشرة لمناقشة تعديلنا بدل مناقشة مقترح فرنسا. كنا نعتقد بأن هذا هو نقاشنا. هل لكم أن توضحوا؟ كنا نود أن نتدارس مع فرنسا وباقي أعضاء اللجنة ما يمكن أن نقوم به. أنا أود كذلك أن أذهب لزيارة التاج محل، ولكن يجب أن أمضي قدما لدراسة مشروع القرار باء 33 7 باء 33. وعلى مشروع القرار هذا أمامي تعديلين، وهناك النظام الداخلي. إذن يجب أن نحترم النظام الداخلي. وفقا للنظام الداخلي يجب علي أن أدرس بداية التعديلات الأبعد جوهرا من النص الأصلي، وتعديل الجزائر هو الأبعد. فالمشروع القرار الأصلي هو الإدراج، بينما أنتم تطلبون عدم الإدراج أو تسجيل أو الرد. إذا نحن سنبدأ بدراسة تعديلكم. لا يمكن أن نفسح هامشا وقتا إضافيا. الإمارات العربية المتحدة تطلب الكلمة، تفضلوا. Thank you, Mr. Chair. شكرا سيد الرئيس لأعطانا الكلمة مرة أخرى. سيد الرئيس أتساءل إن سمحتم، هل من الممكن نستمع لوفد المغرب فيما يخص المخالفات التي تم الإشارة إليها؟ هل هذه إمكانية سيد الرئيس؟ السؤال أجابت عليه الأمانة سلفا عدة مرات. أعطيت الكلمة للوفد المملكة المغربية. هل هناك سؤال دقيق؟ يخاطب رئيس الإمارات العربية المتحدة. نعم سيد الرئيس. هل للمغرب أن يقدم لنا توضيحات إضافية بشأن المخالفات؟ نشكر الأمانة على الشرح التفصيلي المقدم، ولكن حبذا لو قدمت لنا المملكة المغربية شروحات إضافية. الجزائر يقول الرئيس اتهمت المغرب بمخالفات. هي عفوا لم تكن من قبل الجزائر للمغرب، بل كانت من قبل الجزائر للأمانة، والأمانة أجابت. نعم سيد الرئيس، ولكن حبذا لو
أعطيتم الكلمة المملكة المغربية. نحن لا نتحدث عن اتهامات. عضو اللجنة مصر، أعطي الكلمة للمغرب بشأن هذه المخالفات. شكرا جزيلا سيد الرئيس. ببساطة ندعم ما تفضلت به الأمانة بالفعل، والتوضيحات المقدمة فهي واضحة، إلا لمن لا يريد السماع وفهم هذه الشروحات. سيد الرئيس، بجانبي الأستاذ سكونتي، وكان من صائغي هذه الاتفاقية، اتفاقية 2003. إذا نحن كذلك من الآباء المؤسسين لهذه الاتفاقية. ثالثا، هذا اليوم بالنسبة لنا يوم حزين، فالقيم التي تجمعها يتم انتهاكها للأسف عبر هذا النهج من الدولة الطرف التي ترفض تسجيل هذا العنصر المغربي. نحن ما نقوم به باسم الجماعات وباسم الشعب وليس باسم الحكومات. نحن دائما نناضل لكي لا نسيس عملنا، فهذه آفة على هذه الاتفاقية، على هذه المنظمة. وأطلب بتواضع من أعضاء اللجنة الموقرين أن يأخذوا بعين الاعتبار السياق، للأسف السياق الحالي، وهو الدافع الأساسي وراء هذه النهج والمقاربة المعتمدة بقبل الدولة التي تطعن وترفض تسجيل عنصر قيم إيجابا وأوصي بإدراجه على القائمة التمثيلية. شكرا سيد الرئيس. الآن الكلمة للجزائر. مقترح الجزائر هو دولة هو أن تصبح بالجزائر تعديلها واستبدال كلمة shared بكلمة disseminated. إذا الكلمة المتشارك أو المتشاطر بكلمة المعمم أو الموزع. هل لكم أن تضعوا كلمة shared بختجي بالفرنسية، إذا المتشاطر المتشارك بين قوسين معقوفين، واستبدال هذه الكلمة بكلمة disseminated. قيل باللغة الفرنسية لا أدري كيف استعمل باللغة الإنجليزية. هل لفرنسا أن توضح هذه المسألة؟ ما هي الكلمة بالضبط التي تودون استعمالها؟ La proposition était de... مقترحنا هو أن نحافظ على الفقرة الأصلية التي اقترحتها الأمانة، ونستبدل كلمة بارتاجي متشاطر بكلمة ديسيميني المنشور. والمنتشر. مرة أخرى سيد الرئيس، هذا الحل التوافقي هدفه إدراج وتسجيل القفطان المغربي، فنحن ندعم تسجيل هذا العنصر. هذا ما أشرت إليه سلفا، فمن المهم احترام رأي هيئة التقييم. وشرح الأمانة كان واضحا. نتمكن من الاحتفال، فهذه اللحظة لحظة احتفال للمغرب وللجماعات المغربية، وللأسف ندخل في هذا النقاش. لكن بالنسبة لنا من الواضح أن هذا التعديل واقتراح تعديل الجزائر يجب أن يحذف.
فتعديل الجزائر يطلب عدم التسجيل ورد هذا التسجيل، بينما نحن ندعم تسجيل هذا عنصر القفطان المغربي على القائمة التمثيلية. شكرا. أطرح سؤال: هل لك من تسحب هذا التعديل، نعم أم لا؟ وتعديل كلمة shared بكلمة spread، متشاطر بكلمة منتشر. الجزائر. شكرا سيدي الرئيس. ردة فعل على مداخلة الدولة المراقبة. أقول للأسف المسؤول عن هذا الوضع هو من كان وراء وسبب هذه المخالفات. نحن هنا لرفع هذه المخالفات، الإشارة إليها والمحاولة الوقاية منها لكي لا تتكرر مستقبلا. نحن حاضرون هنا كيفنا في هذه اللجنة، نعمل على الذود عن هذه الاتفاقية وضمان سلامتها، وكنا نود تسليط الضوء على هذه المخالفات لمنفعة اللجنة والأمانة. يسعدنا أن بعض الأعضاء يعتبرون أنه ربما بعض هذه الإجراءات يجب توضيحها لكي يتم معاملة الجميع في كنفي هذه اللجنة وهذه الاتفاقية على قدم المساواة. الآن السؤال سيد الرئيس المطروح لتتضح الصورة. المقترح الحالي هو أن مشروع القرار الأصلي المقترح من قبل الأمانة أن يبقى نفسه ما عدا تغيير في الفقرة الرابعة، فبدل أن نقول كلمة بارتاجي نقول كلمة ديسيميني. إذن بدل كلمة متشاطر نقول كلمة منتشر. إذن القرار يبقى نفسه القرار الأصلي مع هذا التعديل الطفيف. هل هذا هو مقترح فرنسا سيد الرئيس لتكون الأمور واضحة؟ فرنسا، سؤال مطروح عليكم: هل فهمنا بشكل جيد مقترحكم؟ نعم. إذن أن نعود إلى النص الأصلي المقترح من قبل الأمانة مع تغيير كلمة بارتاجي بكلمة ديفيوزي أو ديسيميني. هذا حل توافقي، حل وسط نقترحه، وإلا فربما يجب أن نعود إلى حلول أخرى. المهم نحن هذا هو الحل التوافقي الوسط الذي نقترحه. شكرا لفرنسا على هذا التوضيح. الجزائر، هل الأمور واضحة؟ حسنا. الآن سؤال: هل تقبلون بهذا المقترح؟ ونحن بانتظار إجابتكم. شكرا. سيد الرئيس، يسعدنا أننا سننضم إلى التوافق في الآراء إن كان هذا هو رأي اللجنة. باراغواي، هل لك من تسحب تعديلكم الآن؟ سيد الرئيس، بما أن هناك توافق في الآراء، نرى بأن الجزائر تنضم إلى التوافق في الآراء، فنحن على أهبة الاستعداد لسحب تعديلنا، ويمكن لنا أن نحتفل بإدراج القفطان المغربي على القائمة التمثيلية. شكرا جزيلا. شكرا. إذا تم سحب التعديلين ونعود إلى النص الأصلي مع تعديل كلمة واحدة، كلمة شيرد متشاطر بكلمة سبريد منتشر في الفقرة الرابعة. الدبلوماسية علمتني الكثير من الأمور، ولكن أهم درس هو كيف لكلمة واحدة أن تفضي بنا إلى توافق في الآراء. المداولات التي استمعنا إليها مفيدة. أنا أحترم دائما آراء الدول الأعضاء، ولكنني دائما أتعلم من مداخلات الدول الأعضاء، وأشكر الجزائر على هذا النقاش الرشيد والحكيم وعلى شرحكم لموقفكم، وأشكر كذلك وأحترم موقف هيئة التقييم، وأشكر وأحيي كذلك المغاربة على موقفهم. سعادة سفير،
المغرب قال بأن هذه لحظة حزينة، ولكن أؤكد لك أخي أنه الآن بنهاية المطاف ستكون شخصا رجلا سعيدا. أؤكد لك هذا أخي إن شاء الله، يقول الرئيس باللغة العربية. الآن يتوقف الرئيس عن الحديث. Is there any objection, Paraguay? هل من اعتراض باراغواي على اعتماد مشروع القرار؟ لا نسمع مندوبة الباراغواي الموقرة. صبرا يقول الرئيس بانتظار تشغيل الميكروفون. أعطوا الكلمة للباراغواي. لدي فقط شك إن سمحتم في آخر لحظة. المنطق جعلني أتذكر مسألة. التعديل الذي اقترحناه هو الأيسر لتعديله بكلمة واحدة، ومهما كان الأمر الهدف تحقق، فأشكركم. لا أرى اعتراضا، وبالتالي نكون قد اعتمدنا هذا القرار برمته. لا أرى دولة عضو تطلب الكلمة أو تعترض، وبذلك نكون قد اعتمدنا القرار 20.7 باء 33.